هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا بخير. والنهارده تالت حلقه من تجربه كحك العيد. والنهارده معانا محل مشهور في مصر وهو عبد الرحيم كويدر، وهنجرب النهارده كحك عبد الرحيم كويدر. ويلا نبتدي الفيديو على طول. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وترفعوا الفيديو عشان يظهر لناس اكتر، وكمان عشان القناه تكبر بسرعه واظهر معاكم في اقرب وقت. فشيروا الفيديو ده لاصحابكم ويلا نبدا الفيديو على طول. دي علبه عبد الرحيم كويدر، نفس الشكل العلبه بتاعت السنه اللي فاتت بالظبط يا جماعه. وده كيلو مشكل ب 160 جنيه. ويلا نفتحه ونقيمه وندوقه كده هنشوفه حلو ولا نص نص. ويلا نبتدي. اكدب عليكم، انا ده تاني يوم بصور فيه حلقه عبد الرحيم كويدر، عشان كنت بصورها امبارح بس للاسف كان الموبايل طلع ما بيصورش، وكنت فتحتها وجربت معاكم واكتشفت بعد ما خلصت ان انا ما كنتش بصور اي حاجه. فالنهارده هفتحها تاني دلوقتي معاكم. لو لقيتوا حاجه مقطوم منها اعرفوا ان انا كنت مجرباها امبارح. فيلا هنبدا دلوقتي معاكم من اول وجديد ونجرب مع بعض. العلبه طبعا شكلها صغير جدا زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف كده كام كحكايه: 2 4 6 8 10 12 14 16 قطعه كحك في عبد الرحيم كويدر، و2 4 6 8 10 و14 قطعه بدي فور، وهنا 6 و6 12 و18 قطعه بسكوت. تعالوا ندوق الكحك. ده شكل الكحك من عبد الرحيم كويدر، طبعا حاطط السكر لوحده. وتعالوا ندوق الكحك. الكحك ناعم بس مش ناعم قوي، مش بيدوب بسهوله، يعني بتاكليه شويه. برضو في سنه سكر كده حلوه. طعم السمنه فيه ضعيف شويه. هقيمه 8 من 10. ندوق البيدي فور. ده شكل البيدي فور البني، وده شكل البيدي فور الابيض. هدوق الابيض. البيدي فور عادي قوي، مصدتش منه، ما ابهرنيش كده، حاساه عادي قوي، فهديله 7 من 10. ندوق البسكوت من عبد الرحيم كويدر. بسكوت طعمه حلو، سكره مظبوط، القرمشه بتاعته حلوه. البسكوت هديله 9 من 10. بالنسبه كده يعني تقييم عام كده على عبد الرحيم كويدر، حاساه حاجاته متوسطه، مش حاجاته مش عاليه قوي، كواليتي مش عاليه قوي، الطعم مش عالي قوي. اكتر حاجه عجبتني عنده البسكوت، تاني حاجه الكحك، تالت حاجه البيدي فور. اكتر كحك عجبني في الثلاث محلات اللي انا جربتهم هو كحك اتوال، ده اعلى واحد في الكحك. البيدي فور بتاع العبد والبيدي فور بتاع اتوال كانوا جامدين جدا جدا. البسكوت بتاع العبد كان حلو قوي، هو كان ناشف بس كان طعمه حلو، فالبسكوت بتاع العبد كان حلو قوي، وبسكوت كويدر حلو قوي كمان. وبس كده، وكل سنه وانتم طيبين. ودي هتبقى اخر حلقه من تجربه الكحك، واستنوني فيديوهات جديده. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان القناه تكبر واظهر معاكم في اقرب وقت. ويلا باي باي.